حضرتك بتشوف التماثيل الموجودة في الميادين زي التماثيل بتاعة المحافظات والحاجات دي، باشوف كتير حاجات مش متخصصة خالص. لازم يكون في تمثال في الميدان يعني. التمثال في الميدان وجوده إنك بتجهّز الميدان الأول من حيث الطريق ومن حيث الرصيف، وبعدين بتختار مكان تحط فيه تمثال. التمثال هيعمل إيه يعني؟ التمثال هنا جماليًا ممكن يبقى قيمة جمالية مجردة، يعني بتكلم لغة فن حديث، علاقة بين كتلة وبين فراغ، تمثال تجريدي ممكن، إضافة جمالية للمكان، وممكن التمثال يكون لشخصية تاريخية تخص الوطن أو إنجاز علمي أو إنجاز أدبي أو إنجاز وطني من أحد أبنائه، فالنحاتين بيعملوا له تمثال، عندنا سعد زغلول، عندنا إبراهيم باشا، عندنا جمال عبد الناصر، يعني وجود التمثال في الميدان هو إضافة جمالية. هو زي الغنوة الحلوة اللي انت بتسمعها كل يومين ثلاثة، بتحب تسمع غنوة معينة، فايه السبب؟ لانك انت بتكرر سماع الغنوة، لانك انت بيحصل عندك نوع من الانتشاء، الاحساس الجمالي بيتربى وبيزيد. التمثال نفس الشيء اللي موجود في الميدان، انت معدي وانت رايح المدرسة وانت رايح شغلك بتشوف التمثال. اذا بتشوف شخصية تاريخية مثلا سعد زغلول واقف بشكل معين، او العلماء والمفكرين طه حسين كذا، بيتأكد لك انه الناس دي بذلت جهد والناس دي منتمية للوطن. رموز طبعا، وبيحفز الانسان لان هو يشتغل ويجتهد اكتر، لانه ممكن يكون رمز من رموز هذا الوطن يتعمل له تمثال فيما بعد.